السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة بإذن الله من قناتي مطبخ بنت هاشم هنعمل مع بعض 3 وصفات. ال3 وصفات أحلى من بعض وأسهل من بعض وأسرع من بعض. هنعمل مع بعض وصفات حلوة جدا جدا اتطلبت مني كتير، هتعجبكم جدا جدا بأمر الله. أتمنى تدعميني بلايك وجزاكم الله خيرا. وكمان هنقول مع بعض بقى كده في الفيديو، هنتكلم كلمتين وهنحكي مع بعض إن شاء الله، علشان الكلام اللي بيطلع من القلب بحب وصدق بيوصل للقلوب على طول. ما تنسيش بس اللايك والاشتراك، ويلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونشوف المقادير وندخل في الوصفات على طول. اول وصفة معانا هي مخلل الخيار. مخلل الخيار من اسهل واسرع المخللات اللي ممكن تعمليها. مخلل الخيار ما بياخدش بالظبط معانا يومين الا ويكون جاهز على الاكل على طول. انا هنا معايا كمية كبيرة من الخيار زي ما انتوا شايفين، حوالي كده 2 كيلو. اول حاجة واحنا بنعمل مخلل الخيار لازم تختاري الخيار مقاسه يكون مناسب. يعني هنختار الخيارة الوسط، لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي، مع ان في ناس بتحب الخيار الرفيع جدا بتخلله صحيح، فده ممكن تجيبيه اللي هو بيكون رفيع جدا، خيارة صغيرة ورفيعة. تقدري تخللي الخيار اللي هو الرفيع ده، بس هنخلله صحيح. اما الحجم اللي انتوا شايفينه ده حجم الخيارة وسط ومتوسطة، يعني مش رفيعة ولا سميكة قوي. انا جايبة الحجم دوت علشان خاطر اقدر اقطعه حلقات، وكل حلقة معايا يبقى مقاسها كده مناسب وتكون كويسة جدا للتخليل. زي ما انتوا شايفين كده، ده 2 كيلو خيار. هبدأ اول حاجة اغسلهم كويس جدا جدا تحت الحنفية، تحت المية الجارية كويس جدا. خلي كده دايما يكون عندك ليفة مخصصة لغسيل الخضروات. ما ينفعش ان انتي تغسلي اي خضروات او فاكهة بايديكي بس وخلاص، لا مش هينفع كده. لازم يكون ليفة مخصصة لغسيل الخضروات والفاكهة. همسك كل خيارة كده تحت المية الجارية بالليفة المخصصة لغسيل الخضروات وهغسلها كويس جدا. وبعد كده هنقطع العنقود اللي من فوق وتحت كده، واخليه جاهز معايا على ان احنا نبدأ نخلله. طبعا بعد ما بغسله كويس جدا وبقطع العنقود بتاع كل خيارة من فوق وتحت، هحطه في مصفى واصفيه واستنى لما ينشف. ممكن بقى لو مستعجلة عليه بلاش المصفى، هنحطه كده على فوطة مطبخ نضيفة وهنبدأ ننشفه كويس. كمان معايا بقى للتخليل حبات من الفلفل الحار، ودي بتدي طعم حلو جدا للخيار. ده طبعا لو حابة ان الخيار بتاعك يكون حار، لكن لو مش حابة خلاص احنا هنستغنى عن حبات الفلفل الحار، مش عايزينها خالص. هنكتفي بس بفصوص الثوم اللي معانا. ودي تاني معايا حاجة للتخليل. الخيار المخلل بيحب جدا التوم، بس طبعا مش هنكتر التوم قوي، يعني على كل كيلو كده 4 فصوص من التوم. انا طبعا هنا معايا 2 كيلو، فمعايا كده حبة من فصوص التوم حوالي من 8 ل10 فصوص توم. وكمان معايا ليمونتين هنقطعهم ترانشات. فانتي طبعا لو هتعملي اقل من كمية ال2 كيلو خيار، يبقى كيلو الخيار عليه ليمونة هنقطعها ترانشات، وحوالي كده من 4 ل5 فصوص من الثوم. وزي ما قلتلك الفلفل الحار تقدري تستغني عنه لو مش حابة الخيار بتاعك يكون حار. تعالوا بقى نقطع الخيار المخلل بتاعنا بطريقة كده المحترفين، يعني نخلي شكل الخياراية المخللة بتاعنا حلو جدا زي اللي بنجيبه بالظبط من محل المخللات او الترشجية. بيقطعوا المخللات بتكون كل قطعة كده طرنشات. دي طبعا زي ما قلتلكوا او زي ما وريتكم القطاعة بتاعة الخضروات اللي بتقطع اي خضار طرنشات معاكي، دي هتلاقيها عند اي ادوات منزلية اي محل ب10 جنيه بس.
هاتيها واستخدميها في تقطيع الخضروات، في تقطيع البطاطس المحمرة، بتدي شكل حلو جدا، والولاد بيفرحوا بشكل الترانشات اللي القطاعة عاملاها كده في البطاطس، وكذلك بيدي شكل للخضروات حلو جدا. بستخدمها دايما لما بحب اعمل صينية خضار تورلي، بتدي شكل حلو جدا للخضروات، او اي خضار بقطعه بستخدمها، فبصراحة بتخلي شكل الخضار شيك جدا. هنا انا بوريكي ازاي تقطعي قطعة الخيار تبقى متوسطة علشان خاطر ما تتهريش معايا. فببدأ اقطع الخيار زي ما انتوا شايفين كده لحلقات متوسطة. القطاعة مدية شكل حلو جدا للخيار بتاعنا. طبعا الكمية كبيرة تبارك الله، لاني انا كنت عاملة ليا ولصاحبتي، فكنت عاملة بطرمانين. طبعا انا ما اقدرش ازعلها مني عشان هي طلبته، وهي بتحب جدا تاكل مني الخيار المخلل، بتقولي بتعمليه حلو جدا. الحمد لله رب العالمين. كمان انا لسه هقول لكم على تكات هنعملها للخيار، مش هيخليه يتهري معاكي خالص، وهتعمليه احلى من اي محل مخللات، وهتعملي احلى خيار مفيش حد هياكله من ايديكي الا ما يقولك بجد بجد تسلم ايديكي. انا هنا بقى خلصت الخيار بتاعي كله، قطعته الكمية كلها، وجبت البطرمانات بتاعتي. البطرمان بتاعتي طبعا لازم يبقى مغسول كويس جدا جدا ومتعقم. حتة بطرمان ازاز او بطرمان بلاستيك انا مش هجبرك عليها، يعني لو بطرمان بلاستيك كويس ونظيف جدا من جوه وخامة البلاستيك نظيفة، مفيش مانع ان احنا نخلي فيه، يعني مش هيقول لا. هو طبعا الافضل الازاز، بس لو مش متوفر الازاز، لان انا عارفة ان البطرمانات الازاز دلوقتي بقى البطرمان بالشيء الفلاني، فممكن نستخدم جدا البطرمانات البلاستيك. مادام نوع البلاستيك كويس خلاص مفيش مشكلة، هيقضي الغرض. هبدأ بقى أول حاجة أنزل بحبات الفلفل الحار زي ما انتوا شايفين كده سليمة، أنا مش هقطعها. لو انت حابة تقطعي قرون الفلفل الحار، هنقطع الواحد الحباية الواحدة مثلا على 2 أو 3، مش أكتر من كده. تمام. بس أنا بحب أحطها سليمة، تكون أفضل بكتير. وهبدأ أحط في صوص الثوم اللي معايا نصها، لاني هعمل بطرمان تاني، وكمان هحط طرنشات الليمون اللي احنا مقطعينها. وهبدأ بقى احط الخيار بتاعي. لو تلاحظوا ان انا عمالة ارص الاول الفلفل، وبعد كده حطينا الليمون والثوم، بعد كده هنزل بالخيار. احنا لسه كل ده ما عملناش محلول التخليل. طب ليه انا ما نزلتش في البطرمان بمحلول التخليل وبعد كده نزلت بالخيار؟ ما ينفعش، هيخليكي مش عارفة تظبطي الدنيا كويس. فاحنا ننزل بالخيار الاول، بعد كده هنعمل محلول التخليل وهننزل بيه على الخيار اللي احنا رصناه في البطرمانات. زي ما انتوا شايفين بقى كده، واحدة واحدة بدأت انزل بالخيار بتاعي. ما شاء الله كمية كتيرة جدا. 2 كيلو زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك، يعني حفلة، يعني تبارك الله يعملوا معاكي كمية حلوة جدا. بس انتي لو هتعملي تخليل ليكي انتي بس، يعني بطرمان ليكي انتي بس، طبعا يكون الكمية اقل. يعني هو كيلو حلو جدا يخلص، نعمل تاني. زي ما قلت لكم مخلل الخيار من المخللات اللي ما بتاخدش وقت خالص في التخليل، سريع جدا، ممكن بعد يومين بالكتير تاكلي منه. وفي نفس الوقت احنا مش عايزينه يقعد فترة طويلة معانا. لما نعمل كمية كبيرة هيقعد فترة طويلة معانا، ففترة طويلة دي هيتهري، وخصوصا كمان لو احنا في حر. فاحنا يعني نعمل كيلو او نص كيلو يخلص نعمل تاني، وهكذا. تمام. والكيلو او النص كيلو بالنسبة لافراد عائلة يعني هيقعد حبة حلوين تبارك الله. زي ما انتوا شايفين بقى، انا رصيت الخيار بتاعي في البطرمانين. عملنا بطرمان كبير وبطرمان صغير. طبعا هتقولي لي هو انت هتاخدي انهي بطرمان؟ لا، انا هاخد الصغير صدقوني، هديها الكبير هدية، وانا مكتفية بالصغير، لان انا كمان كان عندي خيار مخللاه. انا البيت عندي
ما بيخلاش من الخيار المخلل، لان احنا عندنا في البيت تبارك الله لا قوه الا بالله اللهم بارك، اكتر حاجه بنحبها في المخللات هي المخلل الخيار. بعمله في البيت على طول، بيبقى نظيف وحاجه مضمونه، حاجه معموله في البيت كده عارفين هي معموله ازاي. فانا هاخد البطرمان الصغير وهدي لصاحبتي البطرمان الكبير، والف هنا وصحه وعافيه عليها وعلى اسرتها يا رب. هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما ملينا البطرمانات تعالوا نعمل محلول التخليل للخيار المخلل. خدوا بالكم ان المحلول اللي احنا هنعمله هو ينفع لأي مخللات عايزة تخلليها، يعني ممكن لمخلل الجزر، لمخلل الليمون. المحلول التخليل ده ثابت لأي مخللات عايزة تعمليها، مفيش مشكلة، هيطلع معاكي مظبوط جدا جدا. هنجيب بقى بولة غويطة كده او طبق غويط، وهننزل بلتر من المية، لتر بالظبط من المية، بس مش اي مية، مية المخللات لازم تكون مية مغلية كويس جدا، وبعد كده تسيبيها تبرد خالص. طب ليه ما بنستخدمش ميه عاديه للمخللات وخلاص؟ علشان الميه العاديه لما هتاخديها كده من غير ما تغليها، هي دي اللي بتعمل دايما ريم على وش المخللات. الناس كتيره جدا بتشتكي لما بعمل مخلل بلاقي فيه ريم على الوش طول الوقت، ده بيبقى بسبب ميه التخليل. فلازم نعقمها كويس جدا، ان احنا نغليها كويس جدا ونسيبها تبرد خالص. بالطريقة دي هيبقى معاكي محلول تخليل زي الفل، مش هيعمل معاكي اي ريم خالص على وش بطرمان المخلل. بعد بقى ما غلينا المية بتاعتنا وسيبناها تبرد، هنزل بأربع معالق من الملح الكبير. لتر المية محلول التخليل ده احنا اتفقنا ان هو ثابت لأي تخليل، جزر، بصل، خيار، فلفل، اي ليمون، اي نوع مخلل هتخلليه، هو دي المقادير المظبوطة اللي هتطلع معاكي المخلل زي الفل، والملوحة بتاعته مظبوطة جدا. لتر المية بياخد 4 معالق كبار من الملح. تمام كده. ممكن تقولي لي طب هو نوع الملح؟ بصي اي نوع ملح، بس هو طبعا في الملح الخشن بيتجاب من عند العطار، دوت بيبقى للتخليل افضل بكتير، ولكن لو مش متوفر عندك مش هنوقف التخليل عليه، هنستخدم الملح الناعم العادي بتاعنا. وكمان نزلت بمعلقة كبيرة من السكر، علشان خاطر السكر هو المادة الحافظة للخيار وبيديله قرمشة كده، وبتبقى الخيارة معاكي مقرمشة ومش مهرية وفي منتهى الجمال. هنزل بمعلقة صغيرة خالص من الخل، علشان احنا حاطين مع الخيار ليمون، فالخل والليمون لو نسبتهم والكمية بتاعتهم في مية التخليل كبيرة هتخلي الخيار بتاعنا يتهري. فاحنا عشان حاطين شرايح الليمون مع الخيار هنحط معلقة صغيرة من الخل، يبقى احنا كده لتر المية عليه 4 معالق من الملح الكبار، معلقة من السكر، معلقة صغيرة من الخل. لو مش حاطة شرايح ليمون مع الخيار حطي الخل معلقة كبيرة لكل لتر مية. كمان بقى انا بحب انزل بالكركم، الكركم بنزل بمعلقة صغيرة خالص كده على مية التخليل، عشان بيدي شكل حلو قوي للخيار، يعني بيدي اللون الاصفر اللي هو بتاع الكركم ده، فبيخلي الخيارة معايا شكلها في منتهى الجمال. احلى ما تعمليه كده من غير الكركم، جربيه هيعجبك جدا جدا. كمان الكركم من الحاجات المفيدة، فبنحاول كده ندخله في اي استخدامات للاكل، هو مفيد جدا جدا وصحي جدا. كمان زي ما قلتلك بقى بيدي كده شكل للخيارة في منتهى الجمال. شايفين حتى مية التخليل اللون بتاعها خطير، اللون بتاعها تحفة بجد. احنا هنقلبه كويس جدا جدا جدا، وبعد كده بعد ما هنقلب المحلول التخليل اللي احنا عملناه ده بالمقادير المظبوطة، هنزل على الخيار المخلل بتاعي اللي احنا رصينه في البطرمان بالمغرفة كده حبة حبة. هبدأ بقى اجيب بطرمان بطرمان وهنزل كده بالمغرفة بتاعتي،
بتأكد كده، بقلب كويس جدا عشان اتأكد ان كل حاجة احنا استخدمناها دابت معايا، الملح، السكر. وهبدأ انزل بمحلول التخليل بتاعي في البطرمان. انا مش عايزة اقول لكم بقى احلى حاجة عجباني هي مية التخليل بتاعة الخيار. بدأنا ننزل بقى كده واحدة واحدة. بدأت بالبطرمان الصغير، ولو احتجت ان انا اعمل مية تخليل تاني هعمل لتر تاني. وزي ما قلت لكم لتر المية للتخليل عليه 4 معالق من الملح، عليه معلقة صغيرة من السكر. شايفين بقى؟ خلصت البطرمان الكبير، وبعد كده هخلص البطرمان الصغير بتاعي. انا خلصت البطرمان الكبير بتاع صديقتي علشان خاطر هي مش حباه ان هو يكون حار، فانا هعمل البطرمان بتاعي الصغير بقى حار شوية كتيرة، فهحط عليه هريسة من الشطة. الهريسة من الشطة انا بعملها بتبقى حلوة جدا، ان شاء الله هنزل لكم الطريقة بتاعتها. بحط كده معلقة كبيرة على مية التخليل بتاعة الخيار، بتدي طعم حلو جدا لمخلل الخيار بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده معلقة كبيرة، يعني حطيت معلقتين صغيرين بمقام معلقة كبيرة، واقلب كده كويس جدا وهنزل بيها في البطرمان بتاع المخلل بتاعي. مش عايزه اقول لكم هريسه الشطه دي بتدي طعم حلو جدا. بجيب الفلفل الحار لما يبقى متوفر في السوق كده بسعر حلو، بيجي فترة كده الفلفل الحار بيبقى متوفر بسعر حلو جدا، بجيب كمية منه وبعملها هريسة، وبعملها كمان بكذا طريقة تنفع للمخللات واقدر احتفظ بيها من السنة للسنة، وطريقة تانية بعمل هريسة تنفع للمخللات وبتكون جاهزة عندي كده على طول في التلاجة بستخدمها. فان شاء الله بإذن الله هنزل لكم طريقة الهريسة اول بس ما الفلفل الاحمر يكون متوفر. الهريسة بنعملها في البيت بطريقة مضمونة وطريقة حلوة جدا. انت لو رحتي اي سوبر ماركت عشان تشتري بطرمان هريسة صغير كده اللي هو بتاع الشركات هتلاقيه بالشيء الفلاني. طب وعلى ايه؟ احنا ستات شاطرين وبنستنى اي موسم لاي خضار او فاكهة، ونستغل الموسم دوت لما بيكون سعر الخضار والفاكهة بتاعنا كويس جدا، ونخزن عندنا في الفريزر. طبعا الحاجة طول ما هي في الفريزر بتنفع بصراحة. خلصت بقى بطرمان المخلل الصغير بتاعي كده بهريسة الشطة. شايفين بقى في منتهى الجمال، الالوان اصلا لوحدها مبهجة، احمر مع اللون الاخضر بتاع الخيار مع مية التخليل صفرة، حاجة كده في منتهى الجمال. وكده احنا خلصنا اول وصفة معانا اللي هو مخلل الخيار. اهم حاجة بقى في المخلل ان احنا هنغطيه كويس جدا، يا اما الغطا بتاع البطرمان بتاعك يكون محكم الغلق، يعني مفيش اي هواء يقدر يدخل البطرمان علشان خاطر ياخد التسوية الكويسة جدا للمخلل وما يعملش اي ريم. او ان انتي لو حاسة ان الغطا بتاع البطرمان بتاعك مش مظبوط، حطي كيس بلاستيك كده على وش البطرمان الاول، وبعد كده هتغطي البطرمان كويس جدا. بالطريقة دي استحالة يدخل للبطرمان بتاعك اي هوا، وهنبقى ضامنين ان المخلل بتاعنا ان شاء الله هيطلع زي الفل من غير اي ريم ومش هيبوظ. انا هنا البطرمانات بتاعتي كان ما شاء الله محكمة الغلق، يعني الغطيان بتاعتها كويسة جدا، فما احتجتش ان انا احط اي كيس على وش البطرمان. مخلل الخيار زي ما قلت لكم ما بياخدش وقت خالص في التخليل، يعني يومين بالظبط وهتفتحي عليه هتلاقي معاكي الخيارة زي الفل وتقدري تستخدميه وتاكلوا منه على طول. لو انت عايزة بقى توقفي عملية التخليل هنفضي البطرمان بتاعنا كده في علبة، او هتحطي البطرمان بتاعك في التلاجة من غير ما تفضيه علشان خاطر عملية التخليل تقف والخيار بتاعك ما يتهريش منك. ده لو هيقعد معاكي فترة. اي مخللات لو عايزة توقفي
خلاص التخليل بتاعها وانت شايفة ان انت وصلتي للتخليل المظبوط، بتحطيها في التلاجة على طول. فبالطريقة دي التخليل خلاص كده بيقف وبتستخدميه بيبقى زي الفل. تعالوا بقى نعمل الوصفة التانية. الوصفة التانية والتالتة هي غدوة كده جميلة كلنا بنحبها، هنعملها بمنتهى السهولة. قبل ما ندخل بقى في الوصفتين واحنا بنعملهم كده، تعالوا نتكلم مع بعض كده ونفتح قلبنا كده. انا عارفة ان كتير مننا وستات كتيرة جدا ربات بيوت مخنوقين وزهقانة، عايزة تزودي دخلك، نفسك ربنا يزود رزقك، نفسك ربنا يرزقك بفلوس كتيرة. انا عايزه اقولك ان ربنا كريم قوي قوي وحنين قوي، ما تتخنقيش وما تزعليش. يعني ربنا ادانا لكل حاجه نفسنا فيها حلول. ففي حلول لزياده الرزق، هقولك عليها كده سريعا، تقدري تاخدي منها اللي انت عايزاه. يعني اللي تقدري تعمليه اعمليه، ويبقى احنا توكلنا على ربنا بقلوبنا، وخدنا بالاسباب او بالحلول الربانيه اللي ربنا مديهالنا لزياده الرزق. عايزه اقولك اني صدقيني اسهل حاجه عند ربنا هو الرزق. سبحان الله، ربنا كريم جدا وحنين جدا، بيده ملكوت السماوات والارض. الناس كلها عايزه تزود رزقها، الدنيا بقت غالية، الناس كلها عايزة ربنا يفتح لها ويملى بيتها بالخير ويبارك لها في رزقها. فاحنا في اسباب هناخد بيها ان شاء الله علشان ربنا يكرمنا كده. مش بقولك خديهم، خدي الاسباب كلها، احنا بشر، وانا عارفه ان انا وانتي وكتير مننا يومنا بيبقى مسحوم جدا بالعيال والبيت وتنظيف البيت واحتياجات البيت، واليوم الوقت فيه ما بيبقاش مساع لحاجات كتيره نفسنا نعملها. يا دوبك يعني بنعمل كام حاجة كده ونلاقي اليوم خلص معانا على طول. هقولك بقى ان شاء الله بإذن الله كده على كذا سبب ربنا قال لنا ان دوت الاسباب دي هي سبب لزيادة الرزق. قبل بقى ما ندخل في سبحان ربي العظيم اسباب زيادة الرزق اللي هقولك عليها، وهي سهلة جدا جدا، وفي اسباب كتيرة منها نقدر نعملها واحنا بنطبخ زي ما انتوا شايفين كده، واحنا بننظف البيت، واحنا قاعدين. سبحان الله، يعني ربنا فعلا كريم، حتى ما بيدي حلول ربانية بتبقى متيسرة كده وبيبقى مخفف على عباده. ربنا فعلا كريم جدا جدا وحنين جدا، بس احنا محتاجين ان احنا اللي نقرب، وربنا باذن الله هيصلح حالنا. لاني سبحان ربي العظيم، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لازم احنا الأول نغير من نفسنا علشان ربنا يغير حالنا لأحسن حال إن شاء الله كلنا، ويصلح حالنا ويهدي عيالنا ويملى بيتنا بالخير والرزق الواسع والبركة وراحة البال. قبل بقى ما ندخل واقول لكم على اسباب كده لزياده الرزق ان شاء الله، وهي سهله زي ما قلت لكم، هقول لكم احنا عملنا ايه. اول حاجه جبت بصلتين معايا كده متوسطين وقطعتهم ترانشات، ما بشرتهمش ولا اي حاجه، ترانشات. انا عايزه حجم البصل يبقى باين كده، مش عايزاه متقطع صغير. وبعد ما قطعت البصلايه بتاعتي طرنشات، ابدا اتبلها بملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من الملح ومن الفلفل الاسود، ورشه كده خفيفه من القرفه. ودعكت كده البصلايه بتاعتي كويس جدا بالملح والفلفل الاسود والقرفه. وبعد كده نزلت عليهم بطماطمايه بشرتها وطبعا رميت القشره. وبعد كده نزلت بقطع البانيه على التتبيله اللي عملناها مع بعض، تتبيله بسيطه وما خدتش وقت خالص. بعد ما غسلتها طبعا كويس جدا، البانيه بنعمل له محلول نقع او اي طيور علشان ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره. عباره عن ليمونه، عصره ليمونه، وكمان معلقه ملح. بعد ما بتغسليها كويس بتسيبيها كده 10 دقايق وبعد كده بتصفيها، مش هيبقى فيها اي ريحه زفاره خالص. ممكن كمان تضيفي لمحلول النقع معلقه كبيره من الدقيق، يبقى معلقه كبيره من الدقيق والليمون والملح. بس ما تضيفيش خل خالص على محلول النقع، لان الخل
بيدي بيزود الزفارة، فاحنا مش عايزين كده. هنا انا بقول لكم بقى إيه علشان خاطر البانيه لما نجيبه ايا كانت الكمية، نص كيلو او كيلو، يرمي معاكي كمية حلوة ويعمل معاكي كمية حلوة جدا. اول حاجة انتي لما بنجيب البانيه بنجيبه زي ما انت شايفة كده، بيكون متقطع القطعة عريضة، مش كنزة زي قطع الاستريبس كده. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ كل قطعة عريضة هنظبطها ونقطع كده قطع البانيه بتاعنا بالطول، علشان ايه؟ اول حاجة يبقى شكلها حلو كده زي الاستريبس اللي الولاد كلهم بيحبوه، وكمان عشان ترمي معانا كمية حلوة كده من البانيه. تمام. طبعا بقى هظبط البانيه بتاعي كده. طبعا ال- القطعة مش هتبقى رفيعة قوي، لا احنا عايزين نقطع القطعة وسط. واحنا بقى بنقطع كده، تعالوا نكمل مع بعض. زي ما قلت لكم، في 20 سبب لزيادة الرزق، سبحان الله، ودي حلول ربانية احنا هنقولهم في بالظبط ان شاء الله 5 دقايق. اللي تقدري تعمليه تعمليه وتاخديه في يومك، ربنا هيكرمك ان شاء الله ويزود رزقك ويزود رزقنا جميعا بإذن الله. اول حاجة يا جماعة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعملي ورد يومي ثابت للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعملي مثلا كل يوم وانت بتعملي المطبخ، وانت بتعملي الشقة، لازم يوميا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 50 مرة، 100 مرة. بس بقى الشطارة تخليه ورد ثابت يومي، يعني لازم كل يوم هصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 50 مرة، هصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 100 مرة، 1000 مرة، بنية ان ربنا يفك كربي ويفرج همي ويوسع رزقي ويبارك لي في رزقي. تمام. يبقى اول حاجة ورد ثابت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما ابي بن كعب قال له يا رسول الله اجعل لك نصف صلاتي، قال وان زدت فهو خير لك، كل ما تزود الخير هيجي في حياتك. قال اجعل لك صلاتي كلها، يعني ورد ثابت صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، ربنا هيوسعها عليكي وهيجعلك من كل دي مخرج. يوميا كده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طول ما انتي قاعدة، طول ما انتي شغالة في البيت، ان شاء الله بنية كده ان ربنا يفتح لك وييسر لك الرزق الواسع، ربنا هيكرمك بإذن الله. تاني بقى سبب لزيادة الرزق، ركعتين لله والدعاء في الركعتين دول. امتى الركعتين دول يكون ان شاء الله استجابة الدعاء فيهم سريعة؟ في قيام الليل. قيام الليل بيبدأ من بعد العشاء لحد الفجر. اول ما بعد العشاء يبدأ ممكن تصلي قيام الليل، بس الوقت المستحب فيه قوي انك تصلي ركعتين قيام الليل هو قبل الفجر بساعة. قبل الفجر بساعة ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل نزول يليق بعظمته في السماء الأولى، ويقول هل من داعي فأستجيب له، هل من قاضي اللي عنده حاجة أعملها له، اللي عنده دعاء أستجيب له، اللي عنده هم افرجه له. بس مش وانتي نايمه بقى، لا، هو ربنا سبحان الله بينزل للعباد اللي بتطلب منه كل اي حاجه انت عايزاها، فربنا بيسمع منهم. تخيلي ربنا سبحانه وتعالى من حنيته علينا ويعني بيحسسك قد ايه الاحساس ده. ربنا جميل جميل قوي وكريم قوي. يوميا ينزل سبحان ربي العظيم عشان يقول لنا انا قريب منكم، انا مش بعيد. عايزين ايه واحنا نبقى نايمين ومشغولين او قاعده بتتفرجي على التلفزيون او ماسكه التليفون؟ لا يا جماعه والله عيب. يعني سبحان الله تصلي ركعتين قيام الليل، بصوا يعني صلاة مجربة. ما في حد داوم على قيام الليل، ركعتين قيام الليل، ركعتين عاديين جدا، بس تتوضي وتقفي بين ايدين ربنا وتصلي وانتي ساجدة كده، اكسري في الدعاء واللي نفسك فيه. مش بقولك بقى اقعدي ادعي بقى دعاء لازم تحفظيه، لا، اللي في قلبك طلعيه، يا رب نفسي في كذا، يا رب نفسي في كذا، ربنا هيحققه لك ان شاء الله. مفيش حد داوم على الركعتين بتوع قيام الليل الا حاله واتصلح واتغير لمليون درجة.
تمام. فاحنا ان شاء الله نواظب على ركعتين قيام الليل قبل الفجر بساعة، تتوضي وتصلي وتقعدي بقى تقري قرآن، تستغفري. بعد كده بقى تصلي الركعتين وتدعي بقى وانتي ساجدة. خلصي الركعتين وارفعي ايدك وادعي، وان شاء الله بإذن الله ربنا يحقق لنا كلنا اللي نفسنا فيه ويوسع ارزاقنا. تالت حاجة الاستغفار. الاستغفار، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. احلى حاجة احنا ما بنبقاش حاسين بيها، وممكن ناخد عليها صدقات كتيرة ويحصل لنا منها حاجات حلوة كتيرة في حياتنا، هي الذكر. الذكر، الاستغفار حاجة سهلة جدا. طول ما انت قاعدة استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. رسولنا الكريم قال سبحان ربي العظيم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حاجة حلوة قوي نقدر نعملها بنية ان ربنا يوسع لنا رزقنا، الاستغفار. رابع سبب عندنا من اسباب توسيع الرزق باذن الله، الرضا بقضاء الله. انك تبقي راضيه، سبحان الله ربنا هيديكي اكتر واكتر لو رضيتي بقضاء الله. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل ورسوله إن إلى الله راغبون. أهم حاجة الرضا بقضاء الله وقدر الله، ويبقى من جواكي كده عارفة إن كل حاجة سبحان الله بتحصل بتدبير ربنا هي الخير، مش لعله خير إنه الخير. كل حاجة بتحصل هي خير لينا، رب الخير لا يأتي إلا بالخير. السبب الخامس عشان ربنا كده يكرمنا ان شاء الله وناخد بالاسباب وربنا يوسع ارزاقنا، الحمد لله. لازم تبقي حامده وشاكره لله طول الوقت. الحمد لله ولئن شكرتم لازيدنكم. طول ما انتي قاعده احمدي ربنا بقدر المستطاع. عندنا نعم لا تعد ولا تحصى علينا وعلى اهل بيتنا وعلى اولادنا. الحمد لله في السراء والضراء. فطول الوقت ربنا بيحب عباده الحامدين الشاكرين. فسبحان الله، الحمد لله الحمد لله طول الوقت. طول الوقت ما تمليش ولا تكلي، عشان ربنا يكرمك ويرضى عنك ويوسع رزقك. وذكر الله حلو جدا. انتي يعني علمي كمان اولادك في اي موقف او في اي حاجة يكونوا فرحانين فيها او زعلانين يقولوا الحمد لله طول الوقت. الحمد لله الحمد لله. ان شكرتم لازيدنكم، وعد من ربنا سبحان الله، وعد الله الحق. الحمد لله الحمد لله من اسباب زيادة الرزق. خدي بالك احنا قلنا لحد دلوقتي 5 اسباب لزيادة الرزق. اول حاجة ورد يومي للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مفيش اسهل من كده. عبادة هنعملها باللسان، حاجة هنعملها سبب هنعمله باللسان سهل جدا. تاني حاجة ركعتين بس، ركعتين في قيام الليل قبل الفجر بنص ساعة او بساعة. هتصلي ركعتين وتدعي وانتي ساجدة، وبعد ما تخلصي الركعتين سهلة جدا. تالت حاجة الاستغفار، عبادة اهو سبحان الله باللسان، حاجة سهلة واحنا بنعمل شغل البيت. رابع حاجة الرضا بقضاء الله، عبادة قلبية سهلة جدا ان شاء الله بإذن الله. خامس حاجة الحمد لله، برضو عبادة يعني ذكر من الأذكار سهل جدا، حاجة سهلة نقدر نعملها واحنا شغالين. الاستغفار نقدر نعمله واحنا شغالين في البيت. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مهما كنت مشغولة في الطريق رايحة تجيبي الولاد تقدري تعملي، يبقى استغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله. اهي 3 من الأذكار سبب من أسباب توسيع الرزق. وركعتين في قيام الليل سهلة جدا، ركعتين بس. والرضا بقضاء الله. تعالوا نخش على بقية الأسباب وكلها أسهل من بعض، بس احنا سبحان الله الشيطان بيهيأ لنا ان الموضوع صعب وتقيل وعايز وقت واحنا مشغولين واحنا مش فاضيين. لا، احنا عايزين نسعى وناخد بالاسباب عشان ربنا يكبر بخاطرنا ولو حتى خدنا ببعض الاسباب. السبب السادس الدعاء بين الاذان والاقامه. اوعي تضيعي الوقت ده. اول ما الاذان يأذن ارفعي ايدك وادعي ربنا. الدعاء بين الاذان والاقامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. الدعاء بين الأذان والإقامة من أعظم الأوقات لتفريج الكروبات واستجابة الدعوات وتنزل الرحمات من الله، بالذات وقت صلاة الظهر.
ما بين أذان الظهر والإقامة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال على الوقت ده بتفتح أبواب السماء في الوقت ده بالذات، ما بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر. حاجة سهلة جدا نقدر كلنا نعملها. خليكي بس انتي مركزة، أول ما الأذان يأذن رددي الأذان وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واجري في أي حتة وارفعي إيدك وادعي. الدعاء ما بين الأذان والإقامة من أسباب سبحان الله توسيع الرزق واستجابة الدعاء. فالدعاء في الوقت ده مستجاب، فمن الحاجات اللي ما ينفعش نضيعها. تعالوا بقى نشوف السبب السادس، الصدقة. يا الله على الصدقة، الصدقة اليومية. يا ستي ما انا بتصدق، يا ستي ما انا بطلع. لا، انا بقولك خليكي شاطرة كده في التعامل مع الله، وخليكي مجتهدة عشان اللي عنده ما بيروحش. يومية الصدقة اللي بنطلعها دي كده من وقت للتاني، غير الصدقة بقى اللي بقولك عليها. الصدقة اللي بقولك عليها هي صدقة يومية، ولو يوميا تتصدقي بنص جنيه، بجنيه. الصدقة اليومية هتفرق معاكي جدا. طب انا يعني هتصدق هنزل الشارع وادور؟ لا، انت يوميا بعد صلاة الفجر اعملي كده كيس، اعملي حصالة تحطي فيه نص جنيه، تحطي فيه جنيه، جمعي مبلغ. وقت ما تلاقي حد محتاج مثلا المبلغ ده، وليكن جمعتي 20 جنيه، 30 جنيه، 50 جنيه، لقيتي حد مكروب اديهم له. لقيتي حد محتاج اكل، هاتي مثلا سكر، هاتي مكرونه، ادهم له هيفرح. اطعام الطعام. سبحان الله، يعني المبلغ ده انت بس يعني جمعيه، وهتلاقي ربنا بيرزقك بصاحب نصيب المبلغ ده اللي محتاجه، سواء بقى في صورة ان هو ياخده فلوس يجيب اللي هو عايزه، يجيب مثلا تجيبي اكل وتديهوله، ايا كان بقى. الصدقة اليومية بعد صلاة الفجر هتجيبي كيس او علبة او حصاله وتحطي فيها نص جنيه، تحطي فيها جنيه، ربنا يفتح عليكي تحطي 5 جنيه، تحطي 10 جنيه. انا عايزه اقول لكم قصه سريعه كده. في واحده كانت فقيره جدا جدا جدا، يعني مش عايزه اقول لكم يعني مدى مستوى الفقر اللي كانت عايشه فيه، تكاد يعني تكون تحت الصفر. سبحان الله، جت زارتها واحدة صاحبتها، قالت لها أنا عزلت، وادتها العنوان الجديد. راحت لقيت حالها اتغير من حال لحال. قالت لها ايه ده، هو انت كنت فقيرة جدا سبحان الله، قوليلي ايه السبب اللي خلاكي بقيتي غنية جدا؟ قالت لها يوميا بعد صلاة الفجر كنت بتصدق ولو ب1/4 جنيه، عاملة كيس أو علبة أو حصالة كنت بحط فيها، وكل ما مبلغ يتجمع ولاقي حد مكروب أديهوله. مثلا أجيب فرخة الأسرة، أجيب إطعام، أجيب سكر، أجيب رز. حالها اتغير مليون درجة بسبب الصدقة اليومية. فدي حاجة مهمة جدا جدا، الصدقة اليومية سبحان الله. حاجة تالتة، السبب الثامن، احنا كده قلنا 7 اسباب. السبب الثامن استقطاع شهري لمحتاج او فقير. يعني ايه؟ وانت مش لسه بتقولي ان احنا هنتصدق تاني؟ ايوه يا ستي، تصدقي، تصدقي. اللي عنده ما بيروحش، اللي بتخرجي قرش ولا بتخرجي جنيه اعرفي ان هيرجع لك اضعاف مضاعفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا مضاعفه. الصدقة اليومية حاجة، والصدقة من المرتب اللي احنا بيجينا، او من سبحان الله المعاش اللي بتاخديه، ده حاجة تانية. لازم اي فلوس ربنا يديها لك شهريا او في اي وقت تطلعي منها لله. سبحان الله، ده هيضاعف رزقك وهيوسع رزقك. السبب التاسع هي صلة الأرحام. ما عندناش وقت، الدنيا واخدانا بالتليفون، برسالة، ده أقل القليل. طبعا اللي انا بقولها لك دوت ليه يعني القرايب البعيده شويه، اما طبعا ابوكي امك الناس دي لازم نسال ونروح ونعمل معاهم سبحان الله البر كما يجب ان يكون. احنا بنقول على الأقارب مثلا اللي مثلا مش من الدرجة الأولى،
مثلا ما عندناش وقت، لكن طبعا الاب والام ده ليهم بر تاني خالص. فصلة الارحام بقى اللي احنا بنتكلم عليها، ما عنديش وقت في زمن التكنولوجيا اللي احنا فيها دي، نقدر بسماعك بالتليفون من وقت للتاني تسألي على صلة الأرحام بتوعك، وربنا سبحان الله بيوسع رزقك بسبب صلة الأرحام. من أسباب توسيع الرزق هي صلة الأرحام. 10 حاجة أو السبب العاشر لتوسيع الرزق، جبر خواطر الناس. يا الله، يا الله بجد على جبر خاطر أي حد. لما بتجبري بخاطر أي حد اعرفي ان ربنا هيجبر بخاطرك، وما بالك بقى لما ربنا يجبر بخاطرك. يعني سبحان الله، ربنا كريم وجبار. يعني من احلى الاوقات اللي الواحد بيحس بيها اما بتحسي ان في جبر من ربنا، ربنا طبطب عليكي بحاجه نفسك فيها. فرحي اي حد واجبري بخاطر اي حد عشان ربنا يجبر بخاطرك ويفرحك ويحقق لك كل اللي نفسك فيه ويوسع ارزاقنا جميعا، اللهم امين. قلنا 10 اسباب من زيادة الرزق. تعالوا بقى اقول لكم عملنا ايه في الاكلة القمر دي، وبعد كده نقول على ال10 اسباب التانية. سهلين جدا جدا ومفيش احلى ولا اجمل من كده. قطعت بصلتين وسط مكعبات صغيرة، وكمان حبتين من الفلفل الأخضر البارد مكعبات صغيرة، وشلتهم على جنب. بعد كده في الكبة عندي حطيت نص كيلو من الطماطم وعليهم معلقة صغيرة من السكر، وضربتهم حلو جدا. وبعد كده عصرت الطماطم بتاعتي وصفتها من القشر. القشر بيتعب جدا المعدة والقولون، خصوصا الناس اللي بتشتكي من قولون، فلازم نعصر الطماطم هيكون افضل. ومعلقه السكر اللي ضفناها على الطماطم وهي بتتضرب بتقلل من الحموضه بتاعه الطماطم، وبتدي تسكيره كده للطماطم بتخلي طعمها حلو جدا. بعد كده بقى في حلة على النار حطينا مية، واستنيت المية بتاعتي لما غليت نزلت بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الزيت. وبعد كده نزلت بكيس المكرونة بتاعي لحد كده ما اتسلقت مع التقليب المستمر. مش هسلقها قوي، هسلقها 3/4 سوا، او لان هي هتاخد بقية السوا بتاعها مع الصلصة. وصفيت المكرونة بتاعتي من المية. بدأت بقى اجيب الحلة تاني ونزلت بحبة من الزيت، يعني حوالي كده معلقتين كبار من الزيت. نزلت بالبصلتين اللي احنا قطعناهم مكعبات صغيرة، اديتهم تقليبة حلوة كده، يعني يا دوبك البصل شم ريحة النار كده وطري معايا. نزلت ب4 فصوص من الثوم المهروسة، وبرده تشويحة حلوة كده، الريحة كانت خطيرة. وبعد كده نزلت بحبتين الفلفل البارد اللي قطعناهم مكعبات صغيرة، تقليبة صغيرة. انا مش عايزة لا البصل يدي لون ولا الطماطم يدي لون، احنا مش عايزينهم يتهروا، يا دوبك بس البصل والطماطم يتدبل معايا. وزي ما انتوا شايفين بعد كده نزلت بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، بتدي لون حلو للطماطم بتاعتي وكمان بتعزز الطعم. بعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعتي، معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. مش عايزه اقول لكم بقى على جمال ريحه الخلطه دي وهي على النار في منتهى الروعه وطالعه ومفحفحه كده. وبعد كده بقى نزلت ببهارات، ايا كان بقى البهارات اللي انت عايز تستخدميها، سواء بهارات لحمه، بهارات او ال7 بهارات. وهنقلب بقى الكلام الجميل ده مع بعض. مش عايزه اقول لكم الريحه حلوه قد ايه. بعد كده هنزل بمكعب من مرقة الدجاج، وهنزل بصلصة الطماطم بتاعتنا المعصورة، عصير الطماطم اللي احنا صفيناها من القشر. واسيب الطماطم بتاعتي تتسبك كويس جدا. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه، بس بعد ما اقول لكم على ال10 اسباب التانية لتوسيع الرزق. احنا قلنا 10، السبب ال11 اللي ربنا يوسع بيه رزقك حسن الظن بالله والثقة فيه. يبقى عندك يقين، والله يا رب ما هتسيبنا، والله يا رب ما هتضيقها علينا، والله يا رب ما هتتخلى عني. اليقين الراسخ ان ربنا مش هيسيبنا، ربنا مش هيتخلى عننا، ربنا مش هيضيقها علينا.
حسن الظن والثقة واليقين في الله ده أعظم سبب فيهم كلهم وأسرع سبب فيهم كلهم. سبحان الله، يا رب حسن ظننا فيك وجمل ظننا فيك يا أرحم الراحمين. ما تقعديش بقى تقولي اللي جاي الله أعلم بيه، واللي جاي معرفش فيه ايه يا بنتي قولي اللي جاي، في اللي جاي كله خير، والخير كله جاي، وربنا مش هيسيبني، وربنا مش هيتخلى عني. حتى لو انت شايفة سبحان الله ان هي مقفولة بالضبة بالمفتاح، بحسن ظنك بالله ربنا هيفتحها وهتلاقيها اتغيرت. حسن الظن بالله من العبادات القلبية. اللي يجيب حسن الظن بالله سبحان الله ده يعني قلبه فعلا مليان بالإيمان. فأنا عايزاكي ما تقعديش تكركبي الدنيا على دماغك، خدي بالأسباب وسيبيها على الله، وإن ربنا كريم ومش هيسيبنا ومش هيضيعنا. يبقى ده السبب رقم 11. السبب رقم 12 لتوسيع الرزق السعي والأخذ بالأسباب. زي اللي بنقوله دلوقتي، انا دلوقتي انا عايزه ربنا يوسع رزقي، في اسباب انا بقولك عليها وهي حلول ربانيه، يعني ربنا اللي قال لنا عليها، ربنا اللي قال خدوا بالاسباب دي وان شاء الله تكون سبب في توسيع الرزق وباذن الله وجبر الخواطر. يعني الاسباب دي سبحان الله ما حدش جابها من عنده ولا انا جايباها من عندي، فسبحان الله دي اسباب لازم ناخد بيها علشان خاطر ربنا يكرمنا ويكبر بخاطرنا. طول ما انا شغاله عندنا 3 حاجات ممكن نعملها باللسان: الاستغفار والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام واحمد ربنا. بالليل اصحى قبل الفجر بنص ساعه واصلي ركعتين. عبادة قلبية حسن الظن بالله سبحان الله، وجبر خواطر الناس، اي حد ينفع اكبر بخاطره ينفع اساعده اعمل كده. الدعاء ما بين الاذان والاقامة يوميا، الصدقة اليومية والصدقة الشهرية، حاجات كلها سهلة جدا. لو خدنا بس حتى جزء من الاسباب دي ربنا هيوسع علينا. يبقى السعي والاخذ بالاسباب. طبعا الرجاله اللي بقى لازم اسعى، اللي هم بيسعوا وينزلوا ويشتغلوا مسؤول عن بيت، فتلاقي سبحان الله ان ربنا بيجبره عشان خاطر بيته وخاطر اولاده، هو اخذ بالاسباب ونزل واشتغل وتعب علشان يجيب رزق وربنا بيجبر بخاطره. رقم 13 الدعاء في اي وقت. ارفعي ايدك وادعي في اي وقت، مش بقولك بقى لازم تبقي متوضيه ولا مش متوضيه، ناحيه القبله ولا مش ناحيه القبله، في اي وقت ارفعي ايدك وقولي يا رب ما تسيبنيش، يا رب ارزقني، يا رب وسع رزقي، يا رب اكرمني، يا رب فك ضيقتي، يا رب حقق لي امنياتي، يا رب اكبر بخاطري. اي وقت ترفعي ايدك وتدعي. الدعاء في اي وقت من اسباب سبحان الله توسيع الرزق. لعل وعسى سبحان الله انت عماله تدعي 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 في اي وقت، مش في وقت معين، يكون باب السماء مفتوحه الدعوه تستجاب. السبب رقم 14 الدعاء الى الله. مش بقولك بقى ان انت لازم تكوني شيخة او لازم تكوني داعية عشان تدعي الى الله، تقدري بكلمة واحدة لو فكرتي اي حد بالله او ان هو يقرب من ربنا انت كده دعيتي الى الله. تشوفي واحدة ما بتصليش تقولي لها ليه ما بتصليش يا حبيبتي، الصلاة حلوة. تشوفي واحدة مثلا مهمومة استغفري ربنا انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. سبحان الله الاستغفار سبب حلو قوي في حاجات حلوة ربنا وعد بيها. تشوفي حد مثلا تدعي ربنا بأي كلمة حلوة، ما تيأسيش، يعني تفكري حتى اللي قدامك أبسط حاجة بحسن الظن بالله، ما تيأسيش، ده ربنا كريم، ده ربنا طيب، ده ربنا حنين. احسن الظن بالله إن شاء الله بكرة اللي جاي أحلى. تقولي لحد إن هو يقيم الليل بركعتين تلاقي ربنا جبر بخاطرك سبحان الله. يبقى الدعوة إلى الله. رقم 15 العمرة. لو تقدري تطلعي عمرة اطلعي. طب أنا معايا شوية فلوس صغيرة كده شايلهم على جنب، يا ستي لو تقدري تطلعي عمرة بيهم وسيبيها على الله وربنا هيكرمك بإذن الله. اطلعي، العمرة جميلة بتنفي الفقر، فلو تقدري برضو تعملي عمرة لو قدرتي اطلعي. العمرة من أسباب توسيع الرزق، العمرة والحج بس إذا استطعتي. تمام. احنا قلنا رقم ايه؟ رقم 15. رقم 16 الزواج سبحان الله من اسباب توسيع الرزق، وده طبعا من كل الشباب اكتر ربنا وعدهم
ان هما لما يتجوزوا وينووا على الزواج وينووا على الحلال، ربنا بيوسع في رزقه وبيكبر بخاطره وبيوصل له امره. رقم 17، صلاة الفجر في ميعادها. صلاة الفجر في ميعادها من اسباب توسيع الرزق، فكوني حريصة ان انتي تصلي الفجر في ميعاده. حتى لو بتنامي اظبطي المنبه بتاعك وقومي صلي، ده من اسباب توسيع الرزق، صلاة الفجر. رقم 18، الكلام مع الله والشكوى الى الله. طول ما انت قاعده، طول ما انت واقفه في المطبخ بتطبخي، اي وقت قولي يا رب انا ماليش غيرك، يا رب انت سندي، انت وكيلي، انت الحنين عليا، انت طيب قوي يا رب. انا عارفه انك هتديني، وانا عارفه انك هتفرجها، وانا عارفه انك هتكبر بخاطري. يا رب انا ماليش غيرك، يا رب وسع رزقي، يا رب اديني ووسعها عليا. رب كريم وسميع وعليم هيسمعك، وان شاء الله يستجيب ليكي ويوسعها عليكي ويكبر بخاطرك. السبب بقى رقم 19، ترك المال الحرام، وربنا يبعد عننا وعن بيوتنا اي قرش حرام يا رب، ويبارك في ولادنا بالحلال. السبب رقم 20، ترك المحرمات. الله اكبر واعوذ بالله، ربنا يبعد عنا وعن بيوتنا اي حاجة حرام. ان شاء الله باذن الله. احنا كده خلصنا 20 سبب لاسباب الرزق. خدي اللي تقدري تاخديه واشتغلي على نفسك، واكتبي اللي انا قلناه ده ال20 سبب، وتبقى قدامك كده، وانا كمان هكتبها لكم في الكومنتات. تعالوا بقى نكمل مع بعض الوصفة بتاعتنا، وان شاء الله يا رب يكون الاسباب اللي انا قلتها لك دي تبقى في ميزان حسناتي، وان شاء الله ما تبلغي يعني تقولي حتى لاي حد على اي سبب، سببين، يبقى في ميزان حسناتك، والدل على الخير كفاعله. ربنا يوسع ارزاقنا جميعا. تعالوا بقى نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا القمر دي. اخر حاجه قلت لكم احنا سبكنا الصلصه، وزي ما شفتم نزلنا بالمكرونه المسلوقه بتاعتنا وقلبناها كده تقليبتين، مش هنزودها على النار. وكده المكرونه بتاعتي خلصت. جبت البانيه اللي انا تبلته بعد ما عملت له التتبيله، البصلايه والطماطمايه المبشوره وملح وفلفل وقرفه، وسبت البانيه بعد ما غسلته وعملته في محلول النقع في التتبيله لمده ساعه على الاقل. بعد كده حطيت بيضايه، وحطيت على البيضايه رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح. وبعد كده قلبت البانيه كويس جدا، وجبت بقى البقسماط بتاعي وحط على البقسماط معلقتين كبار من الدقيق، علشان خاطر البقسماط والدقيق يعملوا كفر قوي كده للبانيه، ما يفكش مني وانا بقليه. وانا تبلت بقى البقسماط بتاعي برشه من الملح، رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من القرفه. كده انا تبلت البقسماط بتاعي. وبعد كده بنزل بكل قطعه بانيه في البقسماط، وبكبس عليها كويس جدا جدا كده زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر البقسماط بتاعي يمسك في قطعة البانيه ويعمل كفر كده لما اجي اقلي البانيه بتاعي ما يفكش مني. اي حد بيشتكي ان البانيه بيفك، لازم وانتي بتعملي البانيه في البقسماط يكون البقسماط عليه دقيق او فيجيتار، الكيس الفيجيتار اللي ممكن نجيبه من عند اي بقال او اي سوبر ماركت ب5 جنيه، او معلقتين دقيق لو ما عندكيش كيس الفيجيتار. وانتي بتحطي قطعة البانيه لازم تكبسي عليها كده، علشان خاطر الخلطة بتاعتي تمسك في قطعة البانيه وما تفكش معايا واحنا بنقليها. الناس بقى اللي بعتت لي وقالت لي انا عايزه طريقه حلوه للبانيه، عشان دايما الكفر بيفك معايا وانا بقليه، وكمان ما بيمسكش وبيطلع ما بيطلعش كده مقرمش من بره وجوسي من جوه. دي احلى طريقه تقدري تعملي بيها احلى بانيه. الكفر بتاعك هيبقى متماسك كده من بره ومقرمش، والقطعه بتاعت البانيه من جوه جوسي كده وطريه، ومش هيفك معاكي خالص. حتى لما يبرد هتلاقي الطبقه هي بتاعت الكفر اللي بره، ومش فكه ولا طريه معاكي، وهتاكلي احلى بانيه. زي ما انتوا شايفين احنا حضرنا بقى كل كمية البانيه بتاعنا. تعالوا بقى اقول لكم على سر يخلي البانيه بتاعك من بره مقرمش ومن جوه مستوي وجوسي وطعمه في منتهى الجمال. انا بسيبه يرتاح شوية كده لمدة 10 دقايق. لو انت مش حابة ان انت تسيبيه بعد ما عملناه في البقسماط، خلاص هنقلي على طول. طريقة القلي بقى دي بتفرق جدا ان البانيه او تسوية البانيه بتاعتك تطلع مظبوطة.
طاسة على النار وهنحط فيها كمية مناسبة من الزيت لكمية البانيه اللي احنا هنقليها. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة. يبقى انا كده عملت ميكس من الدهون لقلي البانيه. لو قليتيه بزيت بس هيطلع معاكي ناشف، ولو قليتيه بسمنة بس هيطلع معاكي طري وشارب السمنة. لكن لما بنعمل ميكس كده للقلي ما بين الزيت والسمنة بيدي معاكي نتيجة في منتهى الجمال لقلي البانيه. هيطلع من جوه جوسي كده ومستوي، والكفر من بره مقرمش. يبقى سبب برضو ان البانيه بتاعي يطلع مقرمش من بره ومستوي من جوه هو ميكس الدهون اللي بنعمله لقلي البانيه. الناس اللي بتستخدم لقلي البانيه الزيت بس او السمنه بس، لا جربي بقى اللي بقولك عليه ده وهتدعيلي. طبعا هستنى ما يسخن جدا وهنزل بقى بقطع البانيه بتاعتي. وزي ما انتوا شايفين زي ما قلت لكم قطع البانيه بتاعتي حجمها وسط. زي ما قلت لك لما تجيبي البانيه من عند الفرارجي هتشوفي القطعة الكبيرة ساعات بيبقى مقطع كده قطعة كبيرة. لا احنا هنقسم القطعة كده بقدر المستطاع تبقى كلها قد بعض، وتبقى لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. القطعة بتاعتك زي ما انت شايفة كده وسط، هيرمي معاكي كمية حلوة. يعني انت لو جبتي نص كيلو وقطعتيهم كده كل قطعة وسط كده حجمها مناسب، لا كبيرة ولا صغيرة، هيرمي معاكي اولا كمية حلوة، وكمان هتنفع للولاد في المدارس. استريبس كده بيحبوها. ممكن تتبلي البانيه وتعمليه تغلفيه بطبقة البقسماط وترصيه كده في الفريزر، لان احنا كل سنة وانتم طيبين داخلين على مدارس. الصبح بتطلعيه وتقليه على طول بيبقى عندك جاهز، وبياخدوا معاهم احلى ستريبس. وكل الولاد طبعا انتوا عارفين تاخدوا سندوتشات ايه، ناخد سندوتشات ستريبس. احنا زمان على ايامنا كان هو سندوتش الجبنه البيضه وزي الفل، ويوم ما يحبوا يدلعونا يبقى مربى او مفتقه. فدلوقتي انتوا عارفين الموضه، محدش من الولاد بيحب سندوتشات الجبنه دي. فاحنا عايزين برضو ايه اما نجيب البانيه نعمل كمية حلوة عشان ترمي معانا، نقطعها كده رفيعة شوية هترمي معانا. شايفين بقى الجمال؟ طبعا بعد ما خد لون كده من الطبقة اللي تحت بدأت اقلب كل قطعة. شايفين بقى اللون ذهبي ازاي، وحتى الشكل العام باين ان القطعة مقرمشة مش طرية. تسوية البانيه بقى طبعا على حسب ما تحبي. في ناس بتحب تطلع لونه فاتح شوية، او بتحب تسيبه على النار شوية يعني تديله تسوية زيادة. انا بالنسبة لي اللون الجولد اللي انتوا شايفينه ده الذهبي ده حلو جدا ومناسب جدا لقلي البانيه زي ما انتوا شايفين. هو خد كده لون من الجنب ده والجنب ده زي ما انتوا شايفين. بقى قطعة البانيه طالعة في منتهى الجمال كأنها البانيه اللي بنجيبه جاهز كده. لا ده احلى كمان، ولا طرية ولا شاربة زيت، مقرمشة. ومش عايزة اقول لكم على جمالها بقى من جوه عامل ازاي، مستوية وزي الفل. ودي كانت الطاسة التانية للبانيه بتاعي. شايفين في منتهى الجمال، اللون بتاعه خطير خطير بجد، والطعم بقى ولا احلى ولا اجمل من كده. علشان خاطر سيبناها في التتبيله براحتها، شربت كده من طعم التتبيله. وزي ما قلت لكم التتبيله بسيطه جدا، يعني وانتي بتتبلي لحوم وانتي بتتبلي فراخ ما تحاوليش تزودي في البهارات عشان تعرفي تدوقي طعم لحم الفراخ او لحم او اللحمه. البهارات بتضيع طعم اللحوم عامه. ودي كانت بقى وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. عملنا كده بانيه في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين. انا عايزه اقول لكم ان الكميه دي معايا نص كيلو. نص كيلو. بصوا عامله سرفيس ليه؟ علشان قطعنا قطع البانيه مش كبيره. شايفين الجمال والحلاوه؟ وكمان عملنا المكرونة بتاعتنا بالبصل والثوم والفلفل، مكرونة في منتهى الجمال خطيرة. محدش هياكل منك المكرونة الا لما يقولك انت عاملاها ازاي. مش بعيد من كتر حلاوتها تروحي تفتحي مشروع محل مكرونة.
وطبعا الاكله الحلوه دي ما تحلاش الا بقى جنبها شويه خيار مخلل اللي عملناه مع بعض بطريقه سهله جدا، ما خدش وقت في التسويه خالص. تقدري كده من تاني يوم او تالت يوم تاكلي منه. في منتهى الجمال، بطريقه سهله ومقادير مظبوطه، هتعملي احلى خيار مخلل. يا رب يكون الوصفات اللي عملناها مع بعض النهارده عجبتكم. الخيار المخلل، وعملنا مع بعض المكرونه بطريقه في منتهى الجمال. وكمان عملنا البانيه المقرمش الكريسبي من بره ومستوي وجوسي من جوه. الناس بقى اللي كانت بتشتكي من تسوية البانيه او ان البانيه بيفك معاها، انسي الكلام ده خالص. كنت مبسوطة جدا وانا معاكم النهاردة، ويا رب يكون عجبكم الوصفات. اتمنى بقى تدعموني وتشتركوا في القناة، وما تنسيش تعملي لايك للوصفات الحلوة دي. واستنوني بقى في وصفة جديدة ووصفات حلوة جدا جدا. وشكرا على كل الدعم والكومنتات اللي بتجيلي من حبايب قلبي المتابعين الموجودين على القناة. واستنوا بقى الفترة الجاية هنعمل حبة وصفات تحفة خطيرة، مش حلوة بس، دي حلوة قوي. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، دمتم سالمين وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. ويا رب دايما كلكم بخير، ويا رب يوسع أرزاقنا ويكبر بخاطرنا. والسلام عليكم.